السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة أكلة من الأكلات الموفرة. الأكلة دي مش هتكلفك كتير وحلوة في نفس الوقت. المكونات بتاعتها سهلة وبسيطة: بطاطس وطماطم، بصل، شوية حاجات كده. هقول لكم على الطريقة. أنا حطيت معلقتين 3 زيت في الحلة، وضربت شوية بصل في الكبة، حطيت منهم معلقة واحدة في الحلة، معلقة بصل في الحلة، وبقيت البصل هعينه في الفريزر زي ما انت شايفة كده في العلبة دي. والعلبة بغطا، ضروري تكون العلبة بغطا. اي حاجة تفرزيها لازم يبقى مقفول عليها. البصل في علبة بغطا، والثوم والطماطم بحطها في كيس واقفل الكيس. والبطاطس انا دلوقتي حاطة بصلة في الزيت، هنصفرها وهحط عليها البطاطس والطماطم. والبطاطس بقطعها بالشكل ده. وانا بقطع البطاطس كده كل شوية بقلب البصلة اللي على النار. ما تنسيش البصلة وانت بتعملي البطاطس او بتعملي اي حاجة تانية، لان البصلة لو نسيتيها هتتحرق، واحنا عايزين لونها يصفر بس. فهقطع البطاطس دلوقتي وهحطها على البصلة، بس هغسل البطاطس الاول. ودي الكبة مطرح البصل اللي انا فضيته في العلبة، فلسه في بصل في الكبة. هاخدها بشوية مية برضو واحطها دلوقتي مع البطاطس. البطاطس اهي حطيتها مع البصلة لما اصفرت. بغسل بقية البطاطس وهحطها. والكبة غسلتها، خضتها بشوية مية لان كان فيها بصل، وحطيتها مع البطاطس. وبغسل الكبة دلوقتي وهعينها. اي حاجة عندك في من كبة او خلاط لازم تغسليهم وتعينهم اول باول. ما تستنيش لما تغسلي شفشق الخلاط او الكبة مع المواعين. ودي طماطم كنت حطاها في الفريزر. دايما لما بعمل طماطم بعمل شفشق كبير وعين الباقي في الفريزر، عشان لما يبقى ما عنديش طماطم اخد الكيس اللي في الفريزر. فانا الوقت ما عنديش طماطم، اخدت كيس من اللي في الفريزر. وعقبال ما الكيس يفك مع البطاطس مع البصلة في الزيت، كل ده هسيبه يستوي مع بعضيه. لما البطاطس تستوي 50% هحط عليها الرز والشبت. فعقبال ما البطاطس تستوي هغسل اي مواعين حواليا. ما تنسيش تحط اللايك والاشتراك. واللي عندها اي سؤال تسألني في التعليقات. الاكلة دي ممكن تسلق عليها بيض وجرجير ومخلل. انا عملت كده مع ان البيض غالي، بس يعني اقل حاجة تجيبيها مع المدفونة هي البيض. ولو ما فيش بيض ما فيش مشكلة، المخلل والجرجير خلاص. دلوقتي بدأت اخلص المعاناة واحدة واحدة، والمطبخ يروح حواليا، والمدفونة تكون استوت. وبعد ما المدفونة تستوي بس لازم تقلبي المدفونة كل شوية. ولو لقيتها محتاجة مية تزودي لها. انا لقيتها محتاجة مية زودت لها مية، لان الطماطم بتبقى تقيلة. الطماطم لو تقلت معاكي زودي مية عشان الرز يستوي. وتحط الرز والبطاطس مستوية 90%، ما يكونش البطاطس مستوية 100% عشان ما تتهريش. دي صينية كيكة، كنت عاملة كيكة قبلها بيوم، فحطيتها في الحط بوش مطرح الكيكة، والوقت بغسلها اهي. وكنت برضو عاملة جبنة، هوريكم برضو الجبنة الوقت اللي انا كنت عاملاها، هقلبها الوقت قدامكم. شغل المطبخ ما بيخلص، هنعمل كل حاجة الوقت مع بعض. انا قربت اشطب المطبخ اهوت، والمواعين بتقل من حواليا، واخلص كل حاجة واحدة واحدة ونتغدى، وميبقاش في مواعين كتير بعد الغدا. بغسل المواعين قبل الغدا كده عشان بعد الغدا ميبقاش في مواعين كتير. ما تقليش على نفسك المواعين وتكوميها هتهبط انتي. اعملي اول باول كده. صلى على النبي واذكر الله. ما تنسيش اللايك والاشتراك، وتعملي اشتراك فعال الجرس عشان يوصلك كل جديد. بزود مية على المدفونة دلوقتي عشان تلاقيها محتاجة مية، زودت لها مية. ودي الجبنة بوريكم الجبنة اهي، هقلبها. كنت عاملاها اهي وبقلبها كده بالشكل ده.
وبدوقها برضو لو لقيتها محتاجة ملح بزود ملح، برش عليها شوية ملح. دلوقتي برش عليها شوية ملح لان لقيتها محتاجة ملح، وغطيتها كده وسبتها وركنتها في جنب. والبراد بعينه برضو ونضيفه مغسول، بس حبيت عينه برضو. بروق الدنيا من حواليا عشان المطبخ يروق كده وابقى مستريح. ده الشبت والبقدونس والرز. تقريبا البطاطس دلوقتي استوت 80% او 90%. بغسل الرز وبجهز الشبت. تقريبا الاكلة دي شبه اكلة المحشي، بس الزيادة البطاطس. هغسل الرز دلوقتي واحطه، واغسل برضو الشبت واحطه، وتزودي لا وتظبطي الملح والبهارات. وانت بتغسلي الرز تكبي المية بتاعت الرز كام مرة، مش مرة ولا 2 ولا 3. انا بكب المية لغاية ما المية تبقى رايقة خالص. اقعد اكب في المية بتاعت الرز كده واغير مية تانية جديدة. ودلوقتي بجهز الشبت اهو بقطعه، وسايبه المية مفتوحة على الرز عشان المية بتاعت الرز تتغير، وبقعد اغيرها اكبها كده وتملى مية تانية نظيفة. وانت بتعملي الاكل لازم تغسلي الحاجة كتير عشان تعرفي تاكلي الاكل بنفس. دلوقتي بغسل الرز كتير زي ما انتوا شايفين كده، ولسه الشبت والبقدونس برضو بغسلهم برضو كتير. لازم تغسلي الحاجة كويس، لان مش عارفين الميكروبات ولا عارفين. انتوا شايفين الجو عامل ازاي، دايما الجو الاوبئة وكورونا والحاجات دي. لازم نغسل كل حاجة، تتغسل كتير. دلوقتي بحط الرز بعد ما غسلته كتير كتير وشطفته كتير، حتى اخر شوية رز هما هتلاقوني برضو بغسلهم تاني. بحس ان شوية الرز الاخرى ده فيهم شوائب ميتهم عكرة، لا لازم برضو اشطف مية الرز كم مرة لغاية ما احس ان المية رايقة خالص. بحط الرز دلوقتي في الحلة، واغسل الطبق ده وعينه، بقلبه كده عشان يتصفى. ودلوقتي بغسل الشبت والبقدونس عشان هخرطه معاكم دلوقتي. لازم تغسلي حاجتك كتير كتير عشان تعرف تاكلي الحاجة بنفس، وعشان تبقي مطمنة ان الحاجة نظيفة. بغسل السكينة برضو، حتى لو انا جايباها مغسولة بغسلها برضو. النظافة يا جماعة، النظافة مهمة جدا، اهم من الشغل تظبيط الشغل. صلوا على النبي يا جماعة. اللي وصل لحد هنا في الفيديو يصلي على النبي في الكومنتات. تعليقاتكم مهمة اوي بالنسبة لي. صلوا على النبي كده وعرفوني اللي انتوا وصلتوا لحد هنا، عشان اعرف ان انتوا وصلتوا لحد هنا. صلوا على النبي في الكومنتات. ده الشبت جهزته طبعا، غسلته زي ما انتوا شايفين وبخرطه عشان هحطه في الاكله دي. الاكله دي مهمه قوي لها الشبت، ولما الشبت بتاعها بيبقى كتير بيبقى حلو. يعني مثلا اعملي حزمتين شبت، تغسلهم كويس وتنقعهم او تجهزوهم قبلها، تصفي ميتهم، وبعدين تقطعيهم وتحطهم كده. الاكله دي لو جربتيها هتعجبك قوي، بس امشي على حسب التعليمات اللي انا قلتلك عليها، هتطلع معاكي جميله وهتعجبك قوي. ده زيت سخن قدحته على المدفونه بعد ما خلصتها بسخن شويه زيت، معلقتين 3 كده، وقلبيها عادي ما يهمكيش. هتقولي البطاطس هتتهرس عادي، اي يعني لما تتهرس مع الرز بقلبها عادي وسلام.